قال باسمك الله ببدي في كلامي وبنضم من حروف القوافي. قلت يالله حيا خاطري لا شرحت القول بالله وانغم واعزفه لحن واشرح واكتبه في وصية. يوم كنت اعتنق ارضي ورزقي وانعم كنت مرتاح عايش والحياة مستوية. بعدها قمت افكر اقترب جيز منهم جربوا الغربة اللي صرت فيها ضحية. قلت يا اخي خلص عامل جوازي وقدم كل شي صار في المكتب معامل خفية. بعد شهر اتصل لي مكتبي قال لي تم جوازك وجاهز صار وضعه ب100. بعدها اخي محمد قال يا اخي تكلم. قلت جاهز وقال ندخل نشله سوية نستلم الجواز بعدين نرجع ننظم سفرتك بعد ما ترجع نحدد كذية. يوم سرنا جوازي واستلمناها مختم فاجوني بحجزي نفس يوم وعشية. قلت يا اخي لما اشتي اودع واسلم وابسر الاهل والاصحاب للمكذية. قال خلاص لازم انك تمشي الليلة اظلم والسلام ايش ينفع وايش تفيد التحية. قلت طيب وانا بمشي وقد ربي احكم. يوم وصلت الوديعة صارت 2000 ليا نص شهرك تضع في منفذ الوقت ما تم بهذله كلها في كلها مشي خفية. ويوم دخلنا الى الغربة وضعي تحطم حالة المغترب ترثى وعيشه اسية ضيق والهم حلق والعمل خير مختم نحو 5 أشهر ما عشت ليلة سلية.